وزير الصناعة المتعجرف اللي غالق يماها طول وعرض وما يسمع لحتى واحد، بل غالق على المستثمرين الجزائريين، فكيف للمستثمر الأجنبي يجي عندك لنا؟ إذا كانت إذا كانت هناك أجندة أخرى خاصة بين قوسين ربي يعلم الجهة. ثم أين هي المراسيم التنفيذية؟ كم هو باقي الإنجاز يا معالي الوزير من مختلف الميزانيات السابقة ومبالغ المشاريع المجمدة وأين استعملت؟ لماذا لا يزال استخدام وتخصيص مبلغ خيالي في قطاع أعباء مختلفة والمقدر ب 900 ألف مليار دينار، 35% من العجز اللي راكم دايرينه في الميزانية؟ أصلا في ميزانية 2020 نفس المبلغ الذي خصص. هل قدمتم للجنة فيما أنفق؟ كيف تنبأتم لنمو الناتج الداخلي الخام لاقتصادنا ب 4% ولا يزال تيسير الاقتصاد تيسير إداري؟ أين الإنعاش الاقتصادي الذي تتحدثون عنه في تقريركم وأنتم تربطونه؟ إنعاش اقتصادي و5% وكذا وكذا، ما يقول لك شريطة تحسن الوضع الوبائي، شريطة يطلع البترول 45 دولار، يعني لم يتغير شيء في تسيير الحكومة. كي بكري كي درك يخلص البترول نضيعوا، ما زلنا نستورد الحليب والقمح واللحوم. وأين هي التخطيط والاستشراف؟ وين هي صندوق الاستثمار للجنوب؟ وين هي وزارة الحاضنات؟ وين هي دفاتر الشروط تاع وزارة الصناعة؟ الرئيس حددها وبعد ما يسمع للرئيس. وين هو برنامج الدعم المباشر؟ وين هو دور الدبلوماسية والسفراء في جلب المستثمرين؟ وأين دورهم في ترويج المنتجات الوطنية خاصة الفلاحة منها؟ وما مشكلة فساد منتوج التمور إلا دليل على ذلك. وين رانا رايحين؟ وين هي الجزائر الجديدة؟ معظم دول العالم أنشأت لها بنك مركزي مع الوزير إلكتروني وقارم وجدوا العملة الإلكترونية. انتم مازال ميم با المعلومات هي ما درتوهاش، والله لا اي غوفرنونس. سبحان الله وبحمده. ان محاوله تخفيض التعويضات الخاصه بالمنطقه الجغرافيه ب 60% راه يدير مشكل. الحمد لله راني سمعت دوك التقرير باللي عاودوا الغاوها صافي بليزير في الماده الثامنه. هذا حب يخلق عدم استقرار في البلاد. متى يتم توفير مناخ للاستثمار الفلاحي؟ ولا زال الفلاح يتخبط من اجل الحصول على الدم. سيد الوزير روح شوف بنك بدر، قول لهم يعطوا لك شحال رفضوا من الملفات، قول لهم شحال من فلاح صحيح عطاو له الدراهم وتعرف. قطاع الصناعة يوفق مناخ استثمار كلاسيكي لا يسمح بتطوير الإنتاج. هذا وزير الصناعة تهضر عليه نهار كامل ما تخلص. نهضر على هذاك الوزير تاع اللي ما عجبوش الحال، وزير الشباب والرياضة. أنا تاني ما عجبنيش الحال لحد الساعة. حتى ملعب ما تم، لا تعزي وزو لا الدويرة لا البراقي. ما عجبنيش الحال كي كل مرة نسمع رياضي بطل إفريقي يقول لك نعتزل كما محمد صويلح الله يذكره بالخير. ما عجبنيش الحال كي يوصيك رئيس الجمهورية بإدماج الأبطال وتروح تدير التمييز، تروح ترسم 2019 وتنسى الباقي. ما عجبنيش الحال لما نشوف معظم النوادي عاجزة عن توفير البروتوكول. خلص 1% من 3% تكفيك حتى في وزارة. شكرا سي عبد الغني.